أول ما تولى عمر الخلافة الناس خافت، لأن شخصية عمر قوية. قالوا الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا وعمر رضي الله عنه شديد، يعني والرسول موجود شدة عمر ظاهرة، ثم أصبح أبو بكر خليفة ولا زالت شدة عمر كما هي، بل ازدادت شدته. واليوم وقد صار أبو بكر هو الخليفة، فماذا عسانا أن نفعل؟ اليوم هو الخليفة، ويوم أن صار عمر خليفة فماذا عسانا أن نفعل؟ لدرجة أنهم كانوا إذا شافوه في الطرقات ينحاشون عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أقبل على الأطفال يركضون، ومنهم اللي يتعلق في ظهره ومنهم اللي يتمسك في صدره رضي الله عنه وارضاه. أما عمر كان الرجال أهل الشوارب على ما يقولون يخافونه ويهابونه، وكان هذا الموضوع مسبب قلق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانزعج عمر فقال اجمعوا الناس. فقام المؤذن قال الصلاة جامعة. طبعا إذا قيل الصلاة جامعة معناته في أمر مهم، والخليفة يبغاكم الإمام في قضية ضخمة. يوم اجتمع الناس وحاول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقف على المنبر، يقول عمر بن الخطاب اجتمع الناس، المنبر حق النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، يقول فلما صعدت على الدرجة الثالثة تذكرت أني لست أهلا لها، هذا من تواضعه رضي الله عنه. قال تذكرت أنني وقفت في درجة النبي فنزلت الدرجة التي تحتها، فقلت تذكرت أبا بكر فقلت والله ما أنا بدرجة أبي بكر حتى أقف هنا. يقول نزلت الدرجة الثالثة، يقول فلما نزل إلى الدرجة الثالثة قال أيها الناس اسمعوا الخطبة، وهذه أنا أقول هي فلسفة الحكم، وهذه بالمناسبة رسالة أرسلها إلى حكام الدنيا كلهم، أرسلها إلى من يريد أن يقيم العدل والحق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس إني قد بليت بكم وابتليتم بي، وأعيد هذه هي فلسفة الحكم. ترى الحكم امتحان واختبار للحاكم وللمحكوم كلهم. ثم قال أيها الناس إن للإسلام حائطا منيعا، الإسلام له حائط جدار منيع، وبابا وثيقا، فحائط الإسلام العدل وبابه الحق، ولا يزال الإسلام منيعا ما دام الحائط وثيقا والباب منيعا. والله يقول عمر من ظلم منكم واعتدى على صاحب حق لأضعن خده على التراب ولا أضعن رجلي على خده الثاني. ثم قامت الناس يقول لهم هذا الحق، بس اسمعوا ايش بدأ يقول لهم، يبين لهم ان الخوف اللي انتم ترونه مني انا لست كما تظنون. ايها الناس اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه، يعني انا مثل العبد عنده حبا وخدمة له. فكان النبي ألين الناس وأرق الناس، فقلت أضع شدتي مع لينه، يعني شدتي أمزجها بلين النبي حتى أضع شيء من التوازن. ثم قال فأكون سيفا مسلولا بين يديه صلى الله عليه وسلم، إن شاء أغمدني وإن شاء تركني فأمضي لما يريد. فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك، يعني ما قال أكثر مما شافني عليه، ويعلم الله أنها بقيت نيتي على ذلك حتى توفاه الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهو راض عني. ثم ولي أمر المسلمين أبا بكر فكنت خادمه وعونه، هناك قال عبده وخادمه، قال فكنت خادمه وعونه. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا كرسول الله رقيقا طيبا